علم امتي يروح يقولوا مدرس ايه لو ما ركزش اضربه. بالظبط. صباح الخير. صباح الفل. عامله ايه يا نور؟ مالك عامله كده ليه؟ عايزه سبورت وطبطبه. ومتشيكه يعني، فانا مش قادره افهم انت ازاي شكلك داون وفي نفس الوقت بقى متشيكه ومتأنتكه، يعني الاثنين دول ما بيبقوش راكبين مع بعض دايما. اسالي اي ام في شهر 10 هتديك الاجابه. تقديمات المدارس. ايه يا جماعه، كنت في مدرسه انتوا النهارده؟ مكبرين الموضوع كده ليه؟ كنت في كام مدرسه؟ انا هي دي المشكله، ان انا نفسي اروح كام مدرسه في يوم، انا مش عارفه اروح. اوكي. هي دي المشكله. حاسه ده بصراحه لا، انا محتاجه سبورت، حد يقول لي روحي المدرسه دي، هي دي اللي فيها الاجابه. فاهمه؟ انا تو ماتش طلبات ريكويرمنتس من المدرسه ومن من البيبي ومننا احنا نفسنا على المدرسه. في ايه؟ طب انت عملتي لهم شورت ليستنج؟ يعني ظبطتي مثلا، شفتي كرايتيريا يعني معينه وعلى اساسها حطيتي مثلا 3 4 دول، ولا انت بتشوفي حتى كله؟ اسبكت المهندسين ده انا مش عارفه احققه، يعني مع اني المفروض بعمل لا، كده. هنطلعي بقى الروح الاكاديميك اللي جواكي، حطي بقى لستة وكرايتيريا على اساسها فلتري كده، وبعدين يبقى بس هما مدرستين 3 رايحوهم. يعني انت في الاول، انا كنت في الاول كده اللي هو كل ما حد يقول لي مدرسه اروح اشوفها، طب ما احنا مش هنخلص. والمدارس دول بيتكاثروا اكتر من انا لسه احنا النهارده لما وانا جايه بنولد. دلوقتي اكتشفت ان في مدرسه، يعني مش عايزه اقول الاسم عشان ما يبقاش بعمل حاجه، بس انا لسه شايفاها، انا ما اعرفهاش اصلا. ما بالظبط، لو كل شويه في اسم مدرسه في اي حته في مدرسه. وبعدين بقى كل سيركل تلاقي مثلا 4 مدارس حوالين بعض، اللي هو دي الكوميونتي بالظبط. دي الدايره اللي انا كومباوند مدارس. فانا مش عارفه في الاخر انتوا عايزين توصلوا لايه. فاعملي لها كرايتيريا كده. لو انت اول حاجه شوفي انت مثلا عايزه تدخلي انهي منهج، انهي سيستم اللي الوزير بيغيروه كل سنه ده. يس. عايزه عربي ودين ولا عربي ودين برضه؟ احنا قبل كده كنا بنهرب منهم بقى يعني كده ولا تاني. بصي انا اصلا زمان يعني في الهاسل دي من واحنا وقت الحضانه دخلي بري كي واللي هي بيبي كلاس يعني ولا اكمل في الحضانه بتاعتي لغايه اما اخدت قرار كده، وخدت قرار ان انا هكمل. بعدين دلوقتي بقى نفس الايشو تاني، بقى هروح اي جي ولا هروح امريكان ولا هروح ناشونال ولا هروح اي بي ولا انا في فرنش، في الماني وفي الماني وفي كندي. ماشي يا جماعه، يعني ايه ده؟ لا يعني بصي، حطي الاول كرايتيريا، انت عايزه انهي منهج. انا عايزه الاوتبوت اللي انا بشوفه في الجامعه يبقى كويس. ايوه بس دي مش ايوه، عارفه كده. لما تلاقي حد كده يا ابني انت شكلك فاهم، انت جاي منين؟ انت اني نظام اللي جابك كده. قليلين للاسف يعني. المشكله ان مفيش حاجه فيها كله، يعني انت يا بيعمل برزنتيشن سكيلز حلوه فبروفو عليه وتكتب وشخص كده كده، وفاشل وبيهري وانت عارفه اصلا وانت عارفه انه هو مش فاهم حاجه اساسا. بالظبط، بس اقنعك. بالظبط. فانت عايز تلعبي على الشخصيه ولا عايز تلعبي على الاكاديميكس فعلا ولا لا؟ فده يجيبني برضو للانفايرمنت بتاعت المدرسه المفروض تبقى عامله ازاي. صح، شكل المدرسه. environment دي بقى شكل الكوميونتي، شكل الناس، اخلاقيات. يعني في ناس مثلا بالنسبه لها ايه، لا الاكاديميكس اهم حاجه وانا هربي في البيت. انا بقى ما مقتنعش بكده. انا شايفه ان انا دي مكان هما بيقضوا فيه 9 ساعات مثلا من اليوم، وفي افتر بقى سكول، يعني احنا بقى بنخرج مع صحابنا، بنتقابل معاهم اعياد ميلاد، فسح. فانا مش شايفه احطه في كوميونتي بعيده جدا واقول لا ما هو اصلا انا هربي. يعني مش منطقيه. هي المشكله كمان ان، او ده اللي مخلي مشكله المدرسه دي حاجه صعبه، انه انت عارفه ان انت القرار اللي انت هتاخديه ده هو هيأفكت، وانت مش هتعرفي تسيطري على الايفكت ده. فاهمه؟ يعني دي بدون خلاص انا هروح المدرسه الفلانيه، بعدين اقعد افكر كده، طب افرض المدرسه دي عملت كذا او طلعت في البنت حاجه معينه وانا مش عايزاها. منين ان هم بيعملوا بوزيتيف ديسيبلين، او مثلا مش هيطلعوا معقده بالظبط او اخلاقيا بقى. لا، انا عايزه اقول لك ان الوري ده اصلا، يعني مش عايزه ابقى بغلس عليكي، بس هو بيفضل معاكي. يعني حتى لو انت المدرسه اوكي انت حاسه انها كويسه،
بس انت برضه بتتصدمي، بتسمعي مثلا حصل كذا في اه سن اعدادي او في سن كذا في المدرسه، فتتخضي. طب ايه ده اختيار خاطئ. وبعدين تلاقي بقى الامهات بتوع اللي عندهم ولاد كبار بيهدوكي، لا 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 ده عادي جدا في السن ده، لا ما تقلقيش، لا يعني في مدارس بيبقى فيها اوحش اللي هو كذا وكذا. بس انت عارفه ايه السبب؟ ايه؟ بقعد افكر برضه، هو زمان ما كانش في حد بيبقى عنده الايشو دي زينا دلوقتي. هو من كتر ما انت بقيتي فاهمه كويس قوي يعني ايه بوزيتيف ديسيبلين مثلا، او اللي هو البوزيتيف بارنتنج وشويه الالقاب اللي عماله تطلع دي، فبقيتي تخلي بالك قوي مشاعر الطفل هتتكون هتبقى عامله ازاي، وهيطلع عنده معقد من ايه ومش معقد من ايه. فبقيتي تفكري غير كده، يا عم خش اي مدرسه خلينا نخلص المهم زمان كانوا بنتعلم. الامهات يروحوا يقولوا مدرس ايه لو ما ركزش يضربه. اضربوا، بالظبط بالظبط. احنا كنا بنضرب بالعصايه وعادي يعني، او ممكن نطلع معقدين فاهم، بس طلعنا معقد اوريدي يا جماعه. فدي برضو ايشو. عندي ايشو تانية اللوكيشن مثلا، اللوكيشن بقى ده اللي هو ايه، بس دي حاجه واضحه او اسهلهم، اللي هو كده كده انا عايزاه جنب البيت. سورت باي لوكيشن، خلاص خلصت الستيب دي، مش عارفه ايه تاني. افرض انت قاعده في حته somehow مثلا ليفل المدارس اللي فيها اوفر بادجت بالنسبه لك، او العكس، او برضه العكس بيبقى العكس. بالظبط، اللي جنبي بس انا مش عايزه الكواليتي دي مثلا من التعليم، فهلاقي نفسي هتشحطط في حته قد كده علشان اختار الحاجه المناسبه. طب اروح للمتشحطط ولا اتغاضى عن شويه حاجات عشان ابقى في اللي جنب بيتي؟ هي دي بقى كلها، انتي priorities بتاعتك ايه؟ بتعتمد على سن الاطفال، صغير بقى وهيك بص ده بالنسبه لك acceptable ولا لا. بس يعني هي كرايتيريا معينه انت هتمشي عليها، على اساسها هترجعي تفلتري تلاقي ايه كام بوينت كده تقرري بيهم المدرسه. انا برضو يعني اهمهم او اكتر حاجه مثيره البادجت. ياه نسيتها دي. نسيتها ايه بس دي كارثه. نسيتها ليه؟ فيعني عشان عينك في دي المدرسه أساسية، هي دي اللي بنكررها قبل ما نقول ندور على المدارس يعني. بالظبط. اول حاجه بكام مش تبعنا، لا خلاص. احنا دلوقتي اصلا مش عارفين بكام ده بكام، انا مفيش مدرسه كلمتها قالت لي الفيس بكذا. لازم احنا لسه معناش التوتال اماونت، بس احنا دلوقتي بيدفعوا الانستولمنت، او من سنتين كانت بكذا. حضرتك احنا في كام انكريز حصل؟ طب انت عارفه ان في ناس داخله السمستر اللي هيبدا، يعني اللي أيوة. اللي بدا اوريدي ده لما جم يدخلوا مش عارفين خلاص، احنا قربنا ندخل وهم مش عارفين التوتال اماونت، هم دفعوا بس فيرست وسكند انستولمنت. طب يعني انت متوقع ان مثلا لما تقولي التالت بقى ضعف مثلا، انا هجيب لك الفلوس حضرتك منين؟ هتجيبيه عشان انت في نص السمستر ومش هتمشي العيال وتوديه المدرسه تاني. بالظبط، فانت غصب عنك هتضطري تتزنقي. طب انت حتى مش مديني سبيس، انا هحوش يعني اشيل كام على جنب؟ اخش جمعيه بكام؟ بالظبط. حاجه مستفزه جدا بالنسبه لي. يعني قعدت في الاول اقول انا مش هدخل مدرسه بتتعامل بالاتيتيود ده، ولقيت ان المدارس كلها بتعمل الاتيتيود ده، فانا كده مش هدخل اي حاجه مثلا في المضطريه، فلازم استحمل الهبل ده. طب ليه؟ انت عارفه الايشو بقى اللي هي فعلا كل يعني الامهات دايما شايلينها في بالهم والابات، ان انت دايما طيب انا I can afford المدرسه دي و I can afford it باريحيه وعايشين حياتنا كل حاجه، بس دايما انت عندك وري هل انا هقدر اكمل. يعني بتشوفي مثلا حد بوست طب انا هحاول ولادي مدرسه مثلا بادجت اقل، يعني الدنيا كل شويه بتغلى ومدارس بتغلى معاها، فهل انا بعد 4-5 سنين هقدر افورد المدرسه دي، ولا بقى هرجع اطلع ولادي من الكوميونتي اللي هم فيها واعمل ويتصدموا بقى. هي المشكله ان البرسنتج بتاعت زياده المرتب مش هي الزياده بتاعت المدرسه، حتى انت مش عارفه تحسبيها في دماغك. لا لازم ابقى حاطه بادجت ازيد بكتير علشان ابقى كوفرد، بس انه ايه ايا كان ايه اللي هيحصل هو ده اللي انا هقدر ادخل فيه. فهي بصراحه حاجه موتره جدا. احنا الكاليبرز بتاعتنا والمدرسين ويطلع في الاخر المدرسه عادي يعني قاعده جنبي ما بتعملش اي حاجه مختلفه وزي زيها بالظبط. لقطه تانية برضو انه انا مش عايزه اصرف في الفلوس كلها في اريا واحده. في ناس تانية لا هصرف كله في التعليم، فخلاص ايا كان المدرسه بكام انا هدفع المدرسه الغاليه قوي دي وافضل فيها ومش مشكله الباقي. بس في ناس بيبقى اللي هو لا انا هحوش الفلوس دي اعمل بيه حاجه تانية، وحتى لو انا هقدر افورد الرقم ده باريحيه لا انا هدفع اقل منه بكتير قوي وبالفلوس دي نعمل حاجه. اصل انتي برضه خدي بالك انتي بتترجميها في دماغك، انتي تقدري تعملي حاجات تانية كتير بالفلوس. انتي ممكن تغيري بيتك، تغيري عربيتك، تسافروا كل يوم في حته حلوه جدا، كل سنه في كل حته حلوه جدا. انتي هتكمبرومايز ايه؟ وبعدين انا لما جيت ادخل مدارس في الاول خالص ما تخيلتش ان في تفاصيل كتير مكلفه. يعني انا عارفه ان انا هودي بنتي تمارين، بس ما تخيلتش انه
التمارين دي بادجت في الشهر، تروحي كذا تمرين، تودي اسبكتس تانية بقى، تروحي تودي كورس مثلا هواية عايزة تنميها لها، تحفظيها قرآن في حتة، تخرجيها خروجات معينة summer camps، كل ده بادجت. البادجت انت بتبقيش عاملة حسابك عليه. بالظبط. ده السمر كامب بتمن ربع مدرسه ولا نص مدرسه السمر اصلا، كامب ده يعني وهم اصلا 3 شهور. عيط عشان انت عشتي معايا معاناة السمر كامب. كارثه الصراحه. لا السمر كامب ده اغلى من المدارس اه واغلى من الحضانات، يعني لو الحضانات وفي دي الاخر اسبوع، يعني انا حتى مش عارفه اوديها شهر كامل. ايوه يعني حضرتك السعر ده للسنه، من للشهر يقدر انتوا صرفوا حضرتك للاسبوع، بعدين without meals. كمان meals اطبخ. بقى لا مشكله بصراحه، والفلوس مشكله، وبعدين انت عايزه تحافظي زي ما انت بتقولي على الستاندرد اللي انت عايشه فيه. بالظبط. بس انت خلاص هتعملي الشورت ليستنج ده، وعلى اساسه بقى هتختاري كم مدرسه، دول اللي هتشوفي الريفيوز بتاعتهم، هتشوفي الناس بيقولوا عليهم ايه. لكن هتقعدي بقى تدوري في 20 مدرسه هتوفي. هي اللقطه التانية بقى انك خلاص اخترتي الاربع خمس مدارس زي ما كنت بقولك في اول الحلقه. انا عايزه اروح مدرسه، انا خدت اجازه من الشغل، هروح 4 مدارس هروحهم ورا بعض، انا اشوف المدرسه دي كويسه ولا لا في الحقيقه. عايزه اشوف المدرسين شكلهم عامل ازاي، بيتكلموا ازاي، الحمام عامل ازاي، الكلاس روم عامله ازاي. لا بعد ما تبقي اكسبتد ان شاء الله نبقى نعمل تور الاورينتيشن ده. الناس لسه كانت في الاورينتيشن ده الاسبوع اللي فات بتاع سنه، يعني الناس اللي هي قدمت اتقبلت، والاورينتيشن بتاعهم كان الاسبوع اللي فات واول يوم في الدراسه النهارده. ما هي فاللي هو انتوا قعدتوا كل ده بتدفعوا فلوس بس. مدارس كده برضه، بس يعني انا مره مدرسه قالت لي حضرتك لما تبقي اكسبتد ممكن تيجي تعملي تور، فقمت يعني، وكانت بتتكلم بتناكه وسخافه، قلت لها لا ما هو انا لازم انتوا تبقوا بالنسبه لي اكسبتد الاول عشان اجي اقدم عندكم. يعني عصبتني يعني بجد، يعني تناكه غير منطقيه، ووسايط عشان اخش اعمل انترفيو، ووسايط عشان اتقبل بعد الانترفيو ويبقى الكاباسيتي مكفيه ان انا ادخل البنت، وانترفيو اصلا عقيم لوحده. لا انترفيو بقى اللي انت هتروحيه ده محتاج طقم غير ده. يعني بصي بقى البس ايه يا جماعه في الانترفيو ده؟ سؤال فيسبوك بتلاقي كميه حاجات. اولا روحي بالشبكه بتاعتك، البسي فورمال، اعملي شعرك لو انت مش محجبه، في ايه يعني؟ انا لو رايحه كاتبه كتاب صاحبتي مش هعمل كل ده. ما اعرفش يعني ما خدتش لسه الطريق ده، بس انا بقول لك البسي الشبكه بتاعتك. ليه يعني مش فكره ليه، هو بس دي حاجه موتره للام اصلا قبل اي حاجه، يعني قبل الطفل قبل حاجه. انت مديني ايحاء ان انا داخله امتحن هل انا كنت ام كويسه ال3 سنين اللي فاتوا دول ولا فشل. لا وهي موتره توتر كمان، انه يعني اكتر من لو انت رايحه انترفيو، بعدين انت بتقولي انا فشلت ولا لا، بس انت بقى بيسالوكي اسئله انت مش عارفه ده ردها الصح ايه. يعني انت قولي لي 4 مميزات في بنتك، قولي لي ايه عيوبها، فتقعدي بتقولي يعني عارفه الانترفيوز بتاعت الشغل يقولك عيوبها دي، ما تقوليش عيوب عليكي. طب اعمل ايه؟ احنا ده بالابلاي على انترفيو المدرسه، ولا اقول لكم فعلا العيوب عشان انتوا هتشتغلوا عليها، ولا اعمل ايه؟ وتطلع عيوبها وحشه بقى سيفير، فهنضطر نرفضها مش هنقدر نستحملها. حاجات بقى كده يعني. انتوا سافرتوا فين؟ بس دي التناكه بقى قله ذوق الصراحه. هو عايز كاتيجري معين من البني ادمين في المدرسه. ماشي بس يعني انت مالك؟ انتوا سافرتوا فين قبل كده ومشتركين في نوادي ايه؟ انت مالك؟ في كام نادي بالظبط. عيشوا مستفزه جدا. انا حاسه ان انا دلوقتي فرهطت زياده. فرهطتي؟ اتوترت زياده قصدي. اتوترت زياده. ما احنا عملنا الليست، او اعمل لك ايه تاني؟ انا مفيش كونكلوجن طبعا، ما وصلتش لحاجه. انت وترتيني اكتر، يعني الكلام اللي في دماغي بقى في الحقيقه، وبعدين بقى ما هو انت فين اعمل الصح. انا كنت بحاول خليكي تفضفضي ان شاء الله كل لا بس بجد ما فيش حاجه اسمها مدرسه. يعني السؤال بتاع يا جماعه رشحوا لي مدرسه كويسه، ده مش منطقي. يعني المدارس بقى اكتر من الحضانات. انت حضانات في كريتيريا فيري تايت بالنسبه لك، اللي هو امان، بيتعامل كويس مع الطفل، بنظيفه. لكن انت المدرسه لا، انت في اسبكتس كتير قوي، واللي ينفعني غير اللي ينفعك. انا مش هقدر اقولك مثلا في مدرسه 1 2 3 كويسه، كل واحد ليه كرايتيريا بتاعته. والاخوات بيبقى يعني انت اختك وتلاقي كل واحده فيكم ليها كرايتيريا مختلفه للمدرسه. فهي وبنت خالتك دخلت المدرسه الفلانيه بالظبط. والمقارنات بقى، يعني الناس بترجع تقارن، او الناس تلاقيها ايه، في حد تلاقي مثلا
هي بيتها مدخله كذا، فهي وانس ان بنتها جيت تقديمات، اصل انا قدمت في دي بنت خالتي مدخله فيها. طب ما هو يعني انت عندك كرايتيريا وفي اي جاذرينج اصلا دلوقتي ها قدمتي لها في مدرسه ايه؟ عارفه السؤال بيديكي حاجه كده اللي هو ايه، انا جايه قيمك دلوقتي. والأول يعني هي حاجه داخله في نفس كاتيجوري براند الشنطه وبراند العربيه بالظبط، في ناس كتير جدا بتفكر كده. بس which is مش الاغلى احسن، ومش شرط ان المدرسه اللي انت تختاريها مناسبه، يعني بنت خالتك تختارها مناسبه ليكي. ويعني don't worry، يعني هي في الاخر اصلا مش اول واخر مدرسه، يعني احنا بنتعامل مع الموضوع اللي هو انا لو دخلتها مدرسه غلط الدنيا باظت، هتنقلي ايه هيحصل ايه؟ هتنقلي هاسل وتدوري على مدرسه تانية. بس هو قليل جدا الولاد اللي هما بيبداوا وهم صغيرين يكملوا في نفس التراك لحد ما يتخرجوا نفس المدرسه. دايما بيحصل حاجات وبتغيروا وبتنقلي. حتى في الحضانه على فكره، في حضانات في ناس كتير بتغير حضانه كل 6 شهور بالظبط. فخلاص فانتي هي الفكره بس انه عادي جدا اكسبت ان هي مش حاجه احنا بنبقى هي حاجه ريليتد لاولادنا، بنبقى حاسين انها يعني قرار مصيريه. يعني ولو اخترت مدرسه وحشه انا كده بقى مهمله في ولادي. انت برضه في الاخر بتقارني مدارس، في الاخر الكاتيجوري اللي انت بتقارني فيها كله يعني انت الحمد لله بنعلمهم في الاخر مثلا احنا كويسين بنعلمهم صح. ما برضو انت عارفه لازم تقعدي مع البارتنر بتاعك تشوفوا انتوا عايزين توصلوا لايه، يعني انتوا عايزين مدرسه بفريم عامل ازاي، تهتم باكاديميكس قوي وانتوا هتكملوا الباقي، ولا تبقى مهتمه بالباقي وانتوا مش مهم التعليم، ولا ايه اصلا اللي هيماتش الفاليوز بتاعتنا بالظبط، التارجت اللي احنا عايزين نعمله في التربيه. بس دي حاجات كلها مش حاسه ان احنا نتكلم فيها او متعودين ان احنا نتكلم فيها بوضوح كده، فاهم؟ بالظبط، مش بنحط اسس يعني اللي هو دورنا على مدارس بودجتها كام، هي فين، بننسى بقى ندور على اصلا بيعملوا ايه جوه بقى. بالظبط. فهي ايشو مهم. لو ينفع حد يقول انا عايزه لسته فيها اسامي المدارس كلها للناس اي حد بيتفرج عليا يقول لي المدرسه، انا بقيت دلوقتي امشي اشوف اي حد في الشارع، انت مخلف فين مدرستك ايه فين، وياخد ريفيوز. او لو لقيتي بقى ولاد ماشيين وفي لابسين يونيفورم بتحاولي تلقطي الاسم كده عشان تروحي تعملي عليك. مفيش حاجه مفيش مسلسل في التلفزيون غير لما بحاول ازوم ان ده انا بدوس بوست وافضل اكبر في الصوره عشان اشوف البادج ده بتاع انهي حته، عشان اشوف هل دي حاجه انا اشوفها عارفاها مش عارفاها. فايشو بصراحه. وبعدين عشان الناس كلها كانت داخله لسه ريسنت للمدارس، فكل انستجرام باك تو سكول وكله بيصور اول يوم وابنه هو بعد اجري بقى زوم كده اشوف الناس ايه مين في انهي مدرسه، وحاسه اللي هو انا بحلق على ايه يعني ما يروحوا اي بتاع وخلاص. لا بس انت كده برضه هتلاقي الفتره دي الفيسبوك جروبس كلها برضه نفس اللي انت بتقوليه ده، يعني انت مش لوحدك، you're not alone. كل الامهات بتعاني، كل الامهات بتعيط من التقديمات ومحتاره ومحتاسه. ساعدوا، هعمل هاشتاج ساعدوا نورة تختار المدرسة المناسبة بقى لبنتها. فبليز اي حد شايف اي حاجة يقول لي المدرسة دي كويسة وديها على طول. ايوه لازم بيعملوا ايه، بتعملوا ايه وانتوا بتقدموا المدرسة، بيختاروا على اساس ايه؟ لو في كرايتيريا كده وقعت منك عشان تطولي نفسك لسه والصعب عشان صعب الموضوع على زيادة.